بارت 2 من الحاجات اللي المفروض نجيبها بعد عملية التكميم وأساسية وما نقدرش نستغنى عنها. اتكلمنا في بارت 1 عن الواي بروتين وعن المكملات زي الكالماج والأوركنتا والحديد اللي أنا مش عارفة أنطق اسمه ليميتلس. نتكلم بقى المرة دي على الاسكارو ده يا جماعه، في ناس كتير قوي بتشكر فيه، والله العظيم ما عمل حاجه معايا بجد وسعره غالي على الفاضي. انا عماله احط فيه من شهر 2، احنا دلوقتي في شهر 6، حرفيا ما عملش معايا اي حاجه خالص ولا حرك الجرح من مكانه. فده انا حطاه كده كمكمل لان ممكن ينفع مع ناس، ممكن هو مش نافع مع جسمي انا، لكن في ناس كتير بتشكر فيه. يعني ما شفتش حد ما بيشكرش فيه، بس ما اعرفش ليه معايا انا مش حلو. فممكن تجيبوه تستخدموه من 3 اسبوع بعد العمليه عادي، او خليها من بعد شهر افضل. الجل ده يا جماعه انا عرفته لما كنت محجوزه عند الدكتور احمد في المستشفى، كانوا بيحطوه مكان الكانولا، لان انا طبعا دراعاتي الاتنين كانوا متبهدلين بسبب الكانولا. كان عندي كدمات كتير، ولما عملت دخلت الاشعه الصبغه فرقعت في ايدي، فكانت ايدي ورمه جدا وحطيت ده. فده حلو قوي قوي ما بعد الحقن. انا مش بقول لكم عليه علشان الكانولا او حاجه، لا، ده مكان الحقن. احنا بناخد كل شهر حقنه فيتامين د وبي 12، فالحقن دي بتكلكع جدا في العضل، فتقدروا تستخدموا ده. هيبقى حلو قوي قوي معاكم، وفي نفس الوقت مش هيسيب لكم اي كدمات او اي كلكعه في المكان ده، ويبقى مكانها مؤلم جدا. فده بصراحه اعتمدوه، ده لازم يكون عندكم من شركه مينا فارما. انا بحب الشركه دي قوي بصراحه. ايه القطره دي؟ منور غريبه قوي، عمري ما شفت حد في التكميم بيقول استخدموا قطره للعين. ايوه يا جماعه، احنا بعد التكميم بيحصل لنا جفاف شديد جدا وغصب عننا. في الاول الميه بتبقى قليله جدا، بنشرب ميه بشكل بسيط قوي، فمن ضمن الحاجات اللي بيجي لها جفاف هي عينينا. بتحسي دايما بصداع، بتحسي بتشوش في الرؤيه، كل ده بسبب الجفاف، خلوا بالكم. فدي احسن قطره تقدري ان انت تستخدميها. كل الحاجات دي لازم تستشيري طبيب فيها. يعني انا بقول لك على الفكره، انت تقدري تروحي تسالي الدكتور بتاعك هل اخدها او ما اخدهاش. بس عموما هي هاي فريش دي بديل الدموع كده، انتوا عارفين احنا ما بيبقاش عينينا فيها دموع كده بسبب الجفاف، فهي دي بديل الدموع. هي امنه جدا جدا، اي حد يستخدمها عادي جدا، فهتبقى حلوه قوي معاكم، مش هتسبب لكم بقى ولا صداع ولا يعني هتكفي معاكم بصراحه. موضوع الجفاف ده بالذات للعين لانه مهم قوي، لان من اسباب الصداع وتشوش الرؤيه وتعب العين بعد التكميم الجفاف، فدي هتحل معاكم المشكله دي. خلونا نكمل في بارت 3 عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده في الفيديو.